أنا صريح، أنا عفوي، أنا قلبي أبيض. الغريب إن الجمل دي أحيانا بتكون غطا لقلة الذوق. في كل شلة كده بتلاقي واحد يقولك أنا بقول الحقيقة في وش الناس كلها، أنا ما بيهمنيش حد. يعمل تعليق على شكلك، ينتقد لبسك، يتريق على جسمك أو يحرجك قدام الناس، ولما تيجي تزعل يقولك يا عم أنا بهزر، أو يجي يقولك أنا طبيعتي كده أصل أنا عفوي. لكن الحقيقة إن الصراحة من غير رحمة دي مش فضيلة، والعفوية من غير احترام دي مش ميزة. والإنسان الراقي مش هو اللي بيقول كل اللي في دماغه، الإنسان الراقي اللي بيعرف يقول إمتى ويقوله إزاي ويقوله لمين. ولو فعلا هدفك تنصح مش هتفضح، ولو فعلا قلبك طيب مش هتجرح. حتى النقد ليه طريقة وليه وقت وليه مكان، مش بتتقال أي حاجة في أي وقت. وعلشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلمة الطيبة صدقة، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وربنا سبحانه وتعالى قال عن نبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاسأل نفسك لو الناس بدأت تبعد عنك، يمكن المشكلة مش في ان هم ما بيستحملوش الصراحة، يمكن المشكلة انك سميت قلة الذوق عفوية. وحتى لو الناس ما بعدتش عنك، الناس مش هتبقى حابة تتعامل معاك. هتلاقي كده الناس كلهم او المعظم يعني الناس اللي حواليك مش عايزين يحتكوا بيك في حاجة ودايما بيتجنبوك، لان هم مش عايزين يتحطوا في الموقف ده معاك. صدقني دي مش شطارة ولا شجاعة ولا جمودية. سيدنا عمر رضي الله عنه قال رحم الله امرئ اهدى لي عيوبي. عارفين الهدايا لما بتتلف في باكش حلوه كده وتيجي تقدمها لحد؟ لو شايف نفسك فعلا خايف على حد وعايز تنصحه او عايز تقدم له حاجه معينه، قدمها له في صيغه هديه. ما تجرحش حد ولا تعمل تعليق سخيف ممكن يكسر حد، لان الكلمه اللي بتطلع ما بترجعش تاني.